أنا مسرور جدا أن حركة 20 فبراير مازال مستمرة، مازال الناس كيهبطوا الشارع لأنه عندهم علاش يهبطوا. فواخا دارت هذه الحكومة الجديدة، واخا كاين واخا زعما دار الاستفتاء، الناس ما معنيين، كيعتبروا انفسهم ما معنيينش بهذا الشيء لأنه ما كيعكسش الإرادة الحقيقية ديالهم. فاحنا كنعرفوا أن هذه الحكومة الجديدة واخا دارت منزوعة السلطات، عندها فقط صلاحيات تدبيريه، وما غاداش تقدر بالتاكيد ما غاداش تقدر تعالج جميع المشاكل الاجتماعيه، فما بالك بانها يعني تساهم في انتقال ديمقراطي حقيقي. لهذا واجب علينا اننا نبقاو نهبطوا، والناس مازال كيهبطوا ومازال متحمسين للانخراط في حركه 20 فبراير. طبعا ممكن كتجي لحظات ديال يكون فيها المشاركه قليله ولحظات يكون فيها المشاركه كثيره، ولكن المهم هو الاستمراريه، المهم هو طول النفس. واظن ان الايام القادمه غتعرف يعني مراحل جديده تقدم فيها الحركه وتطور، وتعرف انخراط فئات متضرره اخرى، خصوصا لما الناس يشوفوا بعينهم، ماشي فقط يقتنعوا ولكن يشوفوا بعينهم ان الحكومه الجديده ما استجابت لهم الوالو، وما قادراش باش تجاوب على الاشكاليات الحقيقيه اللي يعيش فيها المواطن، وبانها كانت فقط مناوره من مناورات المخزن اللي مازال مستمر ومازال مرسخ الجذور ديالو. هذا الجذور اللي طال الزمان ام قصور، لابد ان اعصار الثوره غادي يجدد استبداد من الجذور ديالو ان شاء الله.